طبعا الولاد كلهم ناموا الله يسلمهم، وهلا اجى دوري اعمل طقوسي اللي بالليل تبع الاسترخاء. سبحان الله، بتعرفوا هلا كنت عم بطلع لقيت الساعة 11 فاستغربت، يعني قلت سبحان الله الوقت عم يركض ركض عن جد، انه الواحدة ما بتحس بيومها بين الولاد وهيك، عن جد تحسوا بيمرق اليوم بدون ما تحس. فبدي امسح مكياجي هلا، وبدي اسوي اليوم تدليك لبشرتي. مو من كم يوم قلت لكم جبت جل للبشرة، هذا خاص لجهاز التدليك، فحابة اليوم اجربه واعمل تدليك لبشرتي. تعرفوني انا من كل فترة بحب هيك يعني اعمل ريلاكس. طبعا ما حممت شعري لانه انا ما بحممه كل يوم، يعني فيكم تقولوا انا شعري مثلا يوم ايه يوم لا، لانه ما بحب احمم الشعر، اذا كل يوم بتحمم مو منيح. حممت بس جسمي وشعري ما حممته، لانه بيقولوا عن جد انه اذا حممنا الشعر كل يوم يعني مو منيح له. هو لازم، يعني انا اللي بعرفه انه مرتين بالاسبوع ماكس، بس انا بصراحه ما بقدر، يعني يوم التاني مثلا، يعني اذا يومين التالت لازم يعني احممه. غسلت وشي بالغسول ونشفته كتير منيح، لانه مو بدي استعمل جهاز التدليك، فلازم يكون وشنا كتير نظيف، ما فيه اي شيء، يعني حتى ولا كريم مرطب ولا شيء. بس هذا انا جايبته مره، جبت منه قبل بس هون ما كان لونه احمر، هو نفس الشيء بس ما بعرف ليش هي المره اجاني هي الكلمه HR اسمه باللون الاحمر، بس انه هو نفسه، يعني هو لأجهزة التدليك. هلا هذا ليش حلو؟ لانه بيضل انه يعني ما بينشف بسرعه لما بتحطوه على بشرتكم، فهيك يعني اجهزه التدليك بدها. عرفتوا؟ مسكر هسه، لازم افتحه. ولازم نكتر شوي، شايفين؟ نكتر. وهذا بنفس الوقت يعني انه بيرطب وبيغذي البشره. فانا هلا بعد ما بخلص مثلا من الجهاز التدليك انه ما بمسحه ولا بغسل وشي، لا بخليه على بشرتي عادي. نحط على الجبين هون. انا هذا ما بستعمله بحطه على الدرجه الخامسه لانه انا متعوده عليه، بس اول ما جبته انه ما حطه على الخمسه، حطه مثلا على 2، بس بعدين شوي صرت ازيد. هلا بس نحطه هيك، بعمل هيك 5 مرات. هي 3 4، يعني كل طرف بنعمل 5 مرات. هلا هذا الجهاز شو بيسوي؟ بيشد البشرة ومثل بيحددها، يعني بدكم تعملوه هيك لفوق، شايفين هيك. اثنين 3 4 5، ونفس الشي على عظمة الخد. 1 2، شايفين؟ ترفعوا لفوق. 3
4 5 وانتوا قد ما بدكم يعني بتعملوا. وحاولوا انه ترفعوه هيك لفوق لفوق. حتى هون مثلا الجفن ترفعوا هيك لفوق هيك. بس انه لازم يكون بشرتكم دائما مرطبة، يعني لازم على طول تحطوا للسيروم. فاذا بتحسوا مثلا بشرتكم نشفت شوي دغري ارجعوا رطبوها مرة تانية لحتى بصير انه استخدام الجهاز احسن. حتى انا احيانا مثلا بكون حاطة جل بحسوا انه شوي نشف، فعادي اذا كان عندكم بخاخ مي بس تكون مي معقمة فيكم تبخوا يعني. وهيك خلص برجع بشغله مرة تانية. واهم شي هي المنطقة، شايفين يعني فيكم تقولوا هذا بيعمل كونتور للوجه وبيحدد، عرفتوا؟ هاي عظمة الخد والدقن وبيرفع هيك الوجه لفوق. طبعا لما بحطه بحس هيك مثل الكهرباء شوي. شو مثل ما قلت لكم بعد ما بخلص انه ما بغسل وشي بخلي الجل على بشرتي تمتصه لحاله، والجهاز بغسله وبحطه على جنب بحط لانه هو كمان بودع المي. بتعرفوا هذا الجهاز قديش صار له عندي؟ صار له عندي زمان من لما كنت بسوي، يعني فيكم تقريبا سنتين ونص صار له عندي هيك شيء، او 3 سنين راح يصير. كيف بدي اسوي كمان ماسك بهاد بس ما فيه شحن، لازم اشحنه. سجلت لبعدين بس خلص بما انه حاطه جيب فهذا رح يرطب لي بشرتي، حيكون منيح يعني.